يلا بينا نروح مع بعض جولة في المنتزه في العيد بعد التجديد. طبعا احنا في عيد الفطر المبارك حبينا كده ان احنا ندخل المنتزه كالعادة علشان نتفرج عليها ونستمتع بجمالها ونشوف ايه التجديدات اللي حصلت جديدة. طبعا اول ما دخلنا من على البوابة نبهوا علينا، قالوا لنا يا جماعة ما فيش عربيات بتدخل المنتزه، احنا بندخل يمين على الجراج على طول. طب يا جماعة الجراج ده بكام؟ قالك الجراج ده ب50 جنيه في اليوم للعربية، ومن هناك بتستقل بقى بجولف كار بتنقلك هناك في المنتزه. وحابة أعرفكم حاجة كمان، إن ال50 جنيه الباركينج بتاع العربية يوم كامل في المنتزه، ده طبعا غير الدخول بتاع العربية نفسها أصلا المنتزه بالأفراد للمنتزه اللي موجودين جوه العربية. يعني هندفع دخول العربية للمنتزه نفسها، وهندفع دخول الأفراد اللي جوه العربية. بعد كده لو هنركن العربية جوه المنتزه، وده الإجباري أصلا هيحصل أكيد، فهتدفع برضو 50 جنيه باركينج اليوم كله. تعالوا بقى كده أفرجكم معايا على الباركينج. اهو مكتوب عليه 50 جنيه للفرد زي ما انتم شايفين، ودي البوابات بتاعة الباركينج، ودي اهي بوابات المنتزه زي ما انتم شايفين. بنفضل بقى ماشيين كده مع السور كده لغاية ما بيظهر الجراج بالشكل اللي انتم شايفينه على اليمين ده. طبعا هو كذا مبنى مش مبنى واحد، يعني عاملينه على مساحة كبيرة جدا وعلى كذا دور علشان يكفي معظم الزوار اللي هيدخلوا المنتزه. بعد كده بقى لما جينا دخلنا لقينا بقى الاماكن كلها ابتدت ان هي يعني يبلطوها ويعملوا لها كده زي بلاط بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ويرصفوا الطرق بالشكل ده علشان الجولف كار يقدر ان هو يمشي عليها. هتقولوا لي طب انتي ازاي راكبه العربيه وداخله بيها، مع انك لسه من شويه قايله ان سعر الباركينج 50 جنيه للعربيه في اليوم كامل في المنتزه وانتي داخله بالعربيه؟ هقول لكم لو انتم حاجزين في اوتيل تقدروا ان انتوا تدخلوا بالعربيه طالما مبلغين على البوابه من الاوتيل، او لو انتوا حاجزين في كافيه او مطعم تبع الاوتيل برضو بتدخلوا بالعربيه عادي من غير الجولف كار، او لو انتم داخلين اي مطعم جوه المنتزه او اي كافيه جوه المنتزه فبرضو تقدروا ان انتوا تدخلوا بالعربيه عادي جدا مفيش مشكله خالص. بس طبعا هيسالوكوا يعني الحجز باسم مين، وهيشيكوا مع المكان اللي انتم داخلينه، يعني هيكون في عمليه تواصل مش اي كلام كده وخلاص. طبعا ولقينا الساعه بتاعة المنتزه متجددة ومدهونة ومتظبطة وعاملين فيها شغل كويس. بس طبعا زي ما انتم شايفين لسه يعني انتهاء الأعمال كاملة وأعمال التطوير كلها لسه ما خلصتش تقريبا، يعني أقدر أقول لكم إن هي خلصت بنسبة 60% بس لسه باقي الحاجات. طبعا حتى عايزة أقول لكم الناس برضو اللي هي داخلة تاخد فوتو سيشن، يعني مثلا عريس وعروسة عايزين يدخلوا جوه المنتزه ياخدوا فوتو سيشن زي ما انتم من شوية كده كنتوا معايا في أول الفيديو، لقيتوا عريس وعروسة في أول الفيديو راكبين الجولف كار وداخلين بيها. يعني برضو حتى ما بيراعوش ان مثلا في عريس وعروسه داخلين بالعربيه بتاعتهم او كلام من ده، فبرضو بينزلوهم من العربيه والعربيه بتركن ويستقلوا جولف كار وبيدخلوا المنتزه علشان يقدروا ان هم ياخدوا الفوتو سيشن بتاعتهم او ان هم يستمتعوا داخل المنتزه. بعد كده ده بقى اللي هو المطلع بتاع قصر السلاملك باللي انتم الشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا برضو هو لسه يعني برضو تحت التجديد، بس طبعا يا جماعه يعني انا عن نفسي لو سالتوني هو التجديد ده حلو ولا وحش، انا بصراحه شايفه لا ان هو مش افضل حاجه. يعني انا شايفه ان مش كل ما هو تراث وكل ما هو قديم وكل ما هو يعني اثري المفروض ان انا اجدده اخليه يعني بالطريقه دي. في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش، تمام؟ يعني لو الملك فاروق اصلا كان عايش وشاف اللي حاصل في المنتزه واللي حاصل، يعني انتوا خليتوها بالظبط عامله زي الكومباوند يا جماعه، يعني انتوا خليتوها عامله زي اكنها مدينه جديده في القاهره الجديده وخلاص. انما فين الرونق، فين الطابع الاثري، فين الكلام ده كله؟ ده حتى معظم الاشجار نفسها اتشالت. ده انا حتى خليكم معايا بعد شويه هفرجكم على منظر يعني انا مش قادره اقول لكم ان هي ليك، هقول لكم منظر البركه اللي اتعملت. منظر البركه اللي اتعملت وكميه القمامه اللي مرميه فيها، ومفيش حتى فرد امن واحد زي حتى اللي موجود في اي مول عادي يقول للناس لا ما ينفعش يا جماعه الكلام ده يحصل، او ان هو يكون واقف منتبه لحاجه زي كده. عيب بجد، يعني عيب في حق المنتزه وعيب في حق التاريخ وعيب في حق الاثار ويعني وعيب في حق السياحه. حاجات بجد صعبه جدا، يعني التجديدات ما كانتش الطف حاجه. يعني شايفين الحاجات اهي على قديمها جميله جدا روعه،
منظر الفنار، منظر الكوبري، كل حاجة على طبيعتها يا جماعة حلوة. مش كل حاجة في البلد لازم ان هي تتجدد. انا في حاجات اقول عليها لا لازم تتجدد، في حاجات اقول عليها لا ما ينفعش انها تتجدد. يلا بقى بينا افرجكم على الزراعية حود على المالح او الترعة او البركة او المصرف اللي هم عاملينه في المنتزه، وبوظوا بيها وشالوا بيها معظم الاشجار والكلام ده كله. اولا ده مثلا مبنى هو موجود في المنتزه زي ما انتم شايفين كده، يعني حواليه بقى صدى كتير جدا موجود. ما علينا من ده خالص، يمكن مثلا لسه يعني ما اكتملش التجديد بتاعه او الانشاء بتاعه. بصوا شايفين اهو زي كده كوخ كده او حاجه، دي كلها مقطعين الاشجار، اشجار كلها مقطعه عاملين بيها كوخ. الكوخ ده بقى مين اللي هيقعد فيه الله اعلم. تمام. بعد كده طبعا كميه الناس الموجوده طبعا في الجناين وكميه القمامه الموجوده، كل حاجه هعمل لكم زوم ان عليها دلوقتي وهتشوفوها. الناس طبعا جايين بالشيشه بتاعتهم وقاعدين في وسط الجناين عادي جدا. قلنا ماشي خلاص ده عيد يا جماعه، وهي المنتزه معروفه كده في العيد ان بيحصل فيها حاجات زي كده، خلي الناس تنبسط ماشي ما فيش مشكله. انما بقى ان انا الاقي بركه زي دي موجوده كده ما يتقالش عليها ليك، والاقي كميه القمامه المرميه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ايه ده يا جماعه؟ ما فيش فرد امن واحد يقف يقول لا، يقف يقول للناس دي ممنوع؟ يعني حاجه ما تحصلش خالص. يعني شكلها بالظبط عامله زي اي مدينه جديده موجوده. فين التراث بتاع المنتزه؟ عامل لي بحيره جواها. طب ما البحيره دي موجوده في كل الاماكن، في كل المدن الجديده وفي كل القرى السياحيه وفي كل الكلام ده كله. شايفين القمامه مرميه ازاي على الارض؟ شايفين ايه ده يا جماعه؟ يعني حاجه بجد رهيبه. انا صراحه اتفاجئت. في طبعا ناس هتقولي لسه الاعمال ما اكتملتش، في ناس تانية هتقولي اصبري لسه الدنيا هتبقى افضل ان شاء الله، في ناس تانية هتقولي لا ده الحاجات جميلة، هو روق الدنيا بدل ما هي كانت متهالكة. طبعا دي كلها اراء وكل واحد براحته. بس اتمنى ان انا اكون يعني وضحت لكم الدنيا عامله ازاي، وسيبوا لي رايكم في الكومنتس، هستنى رايكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناه جوله وقهوه على الرايق على اليوتيوب، تدعموني ان انا استمر. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم فيديو جديد، كل سنه وانتم طيبين، باي باي.